السلام عليكم متابعيني الغاليين، عاملين ايه؟ مساء الهنا والخير والسعادة. كتير بنقول ان شوربة الخضار لما يكون حد تعبان او عنده دور برد وخلاص. لا، الفيديو ده بقى هيوديكي شوربة الخضار لحتة تانية خالص، بجد تحفة. طعم وريحة وقوام مظبوط جدا. هتبقى معاكي طبق رئيسي مع اي شوربة بتعمليها. اول حاجة هجهز الخضار بتاعي، الخضار الاساسي اللي في شوربة الخضار اللي دايما بستخدمه: الكوسة والبطاطس والبسلة والجزر. في ناس بتزود الفاصوليا الخضراء، تمام مفيش اي مشكلة، برضو هتبقى حلوة قوي. اول حاجة هنضف كده الخضار معاكي كده سريعا. الكوسة هتقطعي الجزء اللي فوق واللي تحت وتبشريه بسرعة بالسكينة. ممكن كمان تبشريه بسرعة بالمقوار بتاع المحشي بتاع البتنجان، برضو هيديكي شكل حلو. وهقشر البطاطساية وهغسلهم كويس جدا، وهبدأ ان انا اقطعهم. البطاطس زي ما احنا كلنا عارفين من الخضار اللي هي بتنزل نشا كتير، فياريت ما تستخدميش كمية كبيرة. هي بطاطساية واحدة بس للمقدار كله هتبقى مناسبة جدا. عايزة تزودي الخضار زودي الأنواع التانية، لكن البطاطس بالذات هتزود معاكي سمك الشوربة وهتبقى مش لذيذة خالص. هي بطاطساية واحدة بس للمقدار كله هتبقى مظبوطة جدا. وكمان واحنا بنقطع الخضار برضو تركة تانية هتطلع معاكي الشوربة مظبوطة، ان لازم يكون سمكه تخين شوية، يبقى سميك شوية كده علشان ما يتهريش وهو بيستوي مع لسان العصفور. وطبعا يتقل معاكي الشوربة ويديكي في النهاية سمك مش حلو خالص. الكوسة كمان قطعيها صغير بس سميكة. انا مي شاهين، لو اول مره تشوفيني يا ريت سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، ويا ريت تقولوا لي في الكومنتس ايه الوصفه اللي انتم محتاجين تعرفوها او تعرفوا التريكات بتاعتها بطريقتي في المره الجايه. كده هخلص كل الخضار اللي عندي، وهنبدا على طول في الشوربه. زي ما قلت لكم ممكن نزود الفاصوليا الخضراء او تزودي اي نوع خضار انت بتحبيه. انا هنا ما كانش عندي بسلة فريش يعني جاهزة، فممكن تستخدمي كمان المجمدة، بس حاولي تختاري نوع انت مجرباه وعارفة ان هو طعمه كويس. انا هنا استخدمت نص الكيس بس لان الكمية اللي عندي مش كتير. شوربة الخضار برضو من الانواع اللي انت بتحبيها تبقى فريش، ما ينفعش تبقى بايتة عندك يوم واتنين وتلاتة، بتتقل وبيبقى طعمها مش زي اول يوم. فحلة على النار هبدأ ان انا اجهز الشوربة بتاعتي. بحط يدوبك نص معلقة سمنة، لو تبقى بلدي تبقى احلى واحلى. زي ما انتم شايفين كده مش بكتر السمنة خالص. وهحط معاها معلقة توم. التوم برضو يكون فريش او يكون انا هنا ما كانش عندي فريش، استخدمت اللي انا بكون بفرزنه في التلاجة او في الفريزر. هقلبه كويس، يا دوبك بس تشمي ريحته، يعني مش عايزينه يتحمر خالص ولا يبقى بامبي ولا اي حاجه خالص، لا يبقى بس تشمي ريحته وتنزلي بالفراخ. انا كنت قبل كده عامله معاكم فيديو ازاي بتنضفي الفراخ بطريقه سهله وبتشيلي اي زفاره منها، دي برضو خطوه مهمه جدا عشان تطلع معاكي الشوربه صافيه جدا وطعمها بجد تحفه. هبدا بقى ان انا اشوح الفراخ كده بسرعه زي ما انتي شايفه. يا سلام بقى على الريحه، ما اقولكيش، هتودي معاكي الشوربه في حته تانية خالص. هانزل هنا بالخضار بتاعي: طماطمايه بصلايه وكمان جزر، تقسميهم كده بشكل عشوائي وتحطيهم مع الفراخ. الشوربه من الحاجات اللي مش عايزه توابل خالص، بالذات شوربه الفراخ عشان تطلع معاكي طعمها فراخ طعمها حلو. اول ما تلاقي كده الفراخ نزلت الصوص بتاعها وشايفين انتوا البهريز اللي تحت في الحله دي، ده اللي هيخلي معاكي الشوربه طعمها تحفه. انزلي بالميه السخنه المغليه. الوصفة دي من وصفات الشوربة اللي مش عايزة فيها مية باردة خالص. شايفين شكل الشوربة لوحده بيتكلم، بجد حلو قوي. الوصفة دي طبعا ممكن تستخدميها مع الفراخ الكاملة او مع اي اجزاء او مع اي شوربة فراخ بتعمليها. رشة فلفل اسمر ورشة ملح، وقلبي بقى الفراخ بتاعتك. التشويحة دي هتخلي الفراخ تستوي معاكي حتى لو ضفتي الملح في الاول، ما تقلقيش خالص، هي مش زي اللحمة. قلبيها. شايفين شكل الشوربة ما شاء الله تحفة، ولا الريحة بقى ما اقولكوش. في حالة تانية هبدأ ان انا احمر لسان العصفور. خلي بالنا بقى لان التركات دي مهمة قوي، وهو ده اللي هيفرق بجد في تسوية الشوربة وسمكها. هضيف الكمية بتاعتي. انا هنا برضو استخدمت نص الكيس، وهبدأ ان انا اقلبه. خلي بالنا لسان العصفور زي الشعرية بالظبط، من الانواع اللي بتتحرق بسرعة او بتغمق بسرعة، فدايما يبقى ايدك فيها، يعني ما ينفعش تبقي عاملة حاجة جنب وبعدين ترجعي لها تاني. خلي بالك. هنا ضفت يا دوبك فص ثوم ناعم، برضو هيودي معاكي الطعم تحفة، جميل جدا.
انا هنا بخلي لون لسان العصفور ذهبي غامق بلاش البني. وهنزل بالخضار كله مرة واحدة، البطاطس والكوسة والبسلة والجزر، وهبدأ ان انا اديهم تقليبة سريعة بالظبط كده دقيقتين. هتتقلب كويس مع لسان العصفور مع فص الثوم اللي انا حطيته، وهبدأ انزل بالشوربة. التركة دي مهمة قوي برضو. انزلي بالشوربة يا دوبك بس تغطي الكوسة، يعني تبقي شايفة الخضار. بلاش تنزلي بالكمية كلها مرة واحدة، لان برضو هيخلي لسان العصفور يشرب كمية شوربة كبيرة ويعجن معاكي. مهم قوي ان انتي تحطي بس في الاول كمية شوربة قليلة يا دوبك بس كده توصل للخضار، وسيبيها 5 دقايق بالظبط كده على نار متوسطة لغاية ما تتشرب شوية. الخطوة دي مهمة بجد علشان تطلع معاكي شوربة مظبوطة. زي ما انتوا شايفين كده خلاص، زودي بقى كمية شوربة اللي انت محتاجاها عادي خالص. بتبقى مغطية الخضار كويس، وتحسي بقى ان لسان العصفور يطلع معاكي مفلفل كده وتحفة. قلبي بقى وزودي الملح بتاعك اظبطيه. ممكن تزودي بس مرق الدجاج لو انت محتاجة، بس انا الصراحة شايفة ان الشوربة غنية جدا وطعمها لوحده كفاية. هغطي بقى على نار هادية أو نار متوسطة. دايما الخضار سويه على نار هادية أو متوسطة، هيدي طعم بجد حلو، وهيطلع كل نكهات الخضار والتوابل مظبوط جدا. آخر خطوة خالص ضيفي ربطة بقدونس كده نضيفة ومتقطعة كويس، وضيفيها في الآخر، بلاش طبعا في الأول عشان ما تسودش. شايفين؟ تحفة بجد، فظيعة، تدفيكي بقى كده. شايفين لونها وريحتها ولا طعمها؟ ملوش حل. يا ريت ما تنسيش سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو لو عجبك الوصفة، وقوليلي في الكومنتس ايه الوصفة اللي انت عايزاها في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.